عاوز اقول ان قضية السويس هي قضية مصر نفسها. السويس مش مجرد مدينة في مصر، السويس هي رمز مصر كلها. والطار اللي خدته مصر بخلع حسني مبارك هو طار لمصر كلها. قبل 36 سنة في حرب اكتوبر 1973 كانت السويس عاصمة المقاومة، كانت السويس عاصمة الدم الشهيد، كانت السويس هي تلخيص للدم الشهيد اللي حضر مصر. بعد كده ايه اللي حصل؟ صعد الذين هجروا فوق دم المدينة، وكان حسني مبارك هو التمثيل الأوسط للذين هجروا والذين حكموها فرقوها وعملوها وعملوها. وبعد 36 سنة المصرية الشرقية السويس هذه المرة كان صار مصر صار الدم، والدم مصروف من شهداء وشهداء حرب الفلسطينية 93. ومن مخالفات المحترم ان هو نفس الشيء الذي قامت المقاومة ضد النظام الإسرائيلي سنة 2011. كان دم اكتوبر ودم ثورة 25 يناير هي تنسيق لقصة وقصة ثورتها وقصة مالها اللي أخذته بالدم. دم السويس ودم كل مدينة مصرية ودم كل شهداء هو بخار وفاء جميع الشهداء وفلاش الشهداء وهم القادة وهم الأنبياء في هذا الزمن الذي بركة الدم الشهيد هي مجزيح الغزوات عن أبطالنا، هي اللي بتخلينا نشوف الحقيقة. الجيش في هذه اللحظة جيش وشعب، واحنا مش محتاجين نركز على العلاقة الممتازة بين الشعب المصري والجيش المصري. الجيش المصري قطعة من الشعب المصري. الجيش المصري دائما كان إما أن يفعل الثورات أو أن يساعد الثورات، وكان الجيش عند حسن ظننا صحيح حصل بعض التباطؤ لكنه في لحظة الحد حسن لصالح الشعب المصري وضد مصير الشعب المصري الذي أخذ من إسرائيل خدمة العبد للسيد، حتى إن إسرائيل كانت تقول عن حسني مبارك أنه أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل. ومش صحيح إن مبارك إن الشعب كان عسكري او مدني يتطلب تكريما. في حساب الاخير وفي حساب الختامي، في الحساب الختامي حسني مبارك خان دم الشعب المصري، وفي الحساب الختامي الفريق سعد الدين الشاذلي هو شرعية اكتوبر. الله اكبر. جيش مصر في هذه اللحظة في وضع استثنائي جدا، في دور استثنائي جدا. حفظ امن البلد وكان المجلس العسكري او المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وعايزين نقولها بصراحة ووضوح، الجيش المصري قلب مصر وكتها واحلامها واشباعها، لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيمارس الان مهمة سياسية خارج نطاق العمل العسكري. ومن حقنا
ان احنا ننتقد المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ما بنقولش امين لحد، ما قلناش امين للسلطه، ومش هنقول لاي حد امين، لان ده مصير بلد وقرار البلد. عايزين نقول بصراحه اننا نشهد قدرا من التواصل، موحد التواصل، قرار تجميل ارسلت حسن مبارك وعائلته كان يجب ان يصدر من اول لحظه. احنا قدمنا بلاغ للنائب العام يوم 9 فبراير قبل ان يسقط مبارك. من 9 فبراير الى الان وقت جرى تضييعه بتهريب ما امكن تهريبه من اموال، والى الامارات والسعوديه بالذات. احنا عايزين هذا التبادل، نرجو ان يقف، لاننا نريد ان نحرص على بناء علاقه متينه مع الجيش المصري ومع قياده الجيش المصري. من التبادل ايضا ان تبقى حكومه الجنرال شفيق الى الان. الجنرال شفيق ليس محايدا وليس فوق مستوى التساؤلات. الجنرال شفيق من تلاميذ حسني مبارك. الجنرال شفيق احاطت بتساؤلات منذ ظهر على المسرح ومنذ ولي شركه مصر للطيران. نحن نطالب بالثوره وليس بالتلاعب ولا بالتعديلات، بإقامة حكومة أحمد شفيق بما فيها أحمد شفيق وثورة. نحن نطالب وثورة بحل حزب الرئيس المخلوع وإعادة ممتلكاته ومقراته إلى الدولة. نحن نطالب وثورة بالبدء في مرحلة انتقالية زي الناس كلها من غير تلفيق. المراحل الانتقالية في حياة الأمم معروفة. مرحلة انتقالية يعني ايه؟ ثورة يعني ايه؟ ثورة يعني إزاحة نظام وبناء نظام جديد. الثورة ما تقفش في النص، اللي يقف في النص دلوقتي بيكون دم الشعب المصري. اللي يقف في النص دلوقتي هو متواطئ بتصرف الشعب المصري. اللي يقف في النص دلوقتي هو متواطئ مع اللي عايزين الشعب المصري واذلوه وسرقوه واهانوه وخدموا اعدائه. ما فيش موقف في النص. جيت شرم الشيخ الذي يدير الثوره المضاده الان يجب ان يقتلع. اختراق مبارك لشرم الشيخ مفروض في منطقة من بوعة السلاح وتحت حماية الحراب الإسرائيلية، ولكي يدبر ما يفعله من تآمر ضد ثورة الشعب المصري. هذا وضع لا يجب أن يستمر. أيضا لا يجب أن يستمر هذا المسلسل المتباطئ في إحالة رموز الفساد إلى محاكمات. يأسف أن في الساحة كحبيب العدل يذهب إلى النيابة ثم يأتي إلى النيابة للحديث عن قطعة أرض باعها أو اشتراها. حبيب العدل نفذ جريمتين وضحتين في أيام الثورة: قتل جماعي للشعب المصري ثم تفسير أمني أوسع المجال للفزع والنحس. حبيب العدل عسكري ويجب أن يحال لمحاكمة عسكرية تتهم بالخيانة والهزمة والأمر بالاعتراف والثورة. التباطؤ في زمن الثورة يعني التواطؤ. أرجوكم احنا احرص الناس على علاقة مع القوات المسلحة ومع جيش الشعب المصري، لكن ما تخلوش الفار يلعب في عز الناس. الجيش انحاز لثورة الشعب والشعب قال كلمته بوضوح: اسقاط النظام وبناء نظام جديد بدستور جديد وبرئيس جديد وليس بتعديلات ولا بتقطيعات. اخيرا الصوت اللي حررتنا قبل 36 سنة هي تحررنا الان مجددا وبالدم الذي نعرف اسماءه ووفاؤه بألا نخون الثورة وألا نتواطأ وألا نسمح لأحد أن يتواطأ. شكرا.